أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعيدوها ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على 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 محمد. بس انا نزلت. هذا بكتوب. وحيدة. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترحيبا بسماحة الشيخ آية الله الشيخ قاسم الطائي والوفد الحاضرون. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصيدة بعنوان الحوزة قائدنا. يا قلم شنهد تخطى من الكلام. يا قلم شنهد تخطى من الكلام، ويا ورق شنهل تحبه وتطبعه. أنا حبيت العباد العاملين اللي خلصوا كل العمر مو مضيعة. ناس معروفين باسم العلماء، وبإطار الحوزة نقدر نجمعها. احنا بالحوزة الأمل كلش كبير، تقود كل الناس لأحسن منفعة. احنا بالحوزة الأمل كلش كبير، تقود كل الناس لأحسن منفعة. الحوزة قائد مو سهل وأكبر خبير. الحوزة قائد مو سهل وأكبر خبير، يعرف ايش محتاج شعبه ويقنعه. بذرة الحق، بذرة السيد الشهيد رضوان الله عليه، بذرة الحق روت ماء طهور، كبرت البذرة وغدت كالمزرعة. اليوم طلاب الهداية بكل مكان، اليوم طلاب الهداية بهالمكان، السيوف بيدين الإمام وطايعة. اليوم حقنا يصير نتفاخر نقول الحوزة موجودة وأبد مو خانعة. تبقى حوزتنا رغم كل اللي يصير، تبقى حوزتنا رغم كل اللي يصير. هي قائدنا ونحبه ونتبعه، تحت ظل الحوزة نبقى احنا ونعيش، وما نعيش بدونها بخير وسعة. الصدر خلف ترى آلاف الصدور، الصدر خلف ترى آلاف الصدور، وجاهزة ترد الفلول الطامعة، وجاهزة ترد الفلول الطامعة. والسلام عليكم.
صلوا على محمد وآل محمد.
استكمال أحد آيات وفقهاء وعلماء الحوزة العلمية التي أفاضت علينا ببركاتها وعطائها، وهي تبعث إلينا بسماحة آية الله الشيخ قاسم الطائي. فباسمكم أيها الإخوة جميعا نرحب بسماحة الشيخ آية الله الشيخ قاسم الطائي أجمل ترحيب، ونحن إذ نستفيد من هذه اللحظات وهذه الساعات التي يكون سماحته بيننا، لا بد أن يكون هناك مجال للسؤال والاستفسار للإفادة قدر الإمكان من علمية مكانة الشيخ الطائي، وأن نفسح المجال للأخوة اللي عنده سؤال يحاول يكتب بورقة صغيرة يقدمها إلى الشيخ حسن حتى تنعرض على سماحة الشيخ لغرض الإجابة. رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني كثيرا أن أكون بين الإخوة المؤمنين من أهالي مدينة القرية المباركة لأقدم لهم ما يمكن تقديمه وليتفقد أحوالهم ولأعيد الثقة إن شاء الله تعالى في نفوس الكثيرين بالنسبة إلى الحوزة العلمية وما يمكن أن تلعبه الحوزة العلمية، لأن الحوزة هي القائد الحقيقي للأمة الإسلامية في هذا الزمان وفي قبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان إن شاء الله إلى أن تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا على يد إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. وما يحصل أو ما يبدو على السطح من حصول بعض التشنجات أو بعض الاختلافات فيمكن أن أعتبرها حالات استثنائية طارئة ستزول إن شاء الله بعد فترة بعونه سبحانه وتعالى بهمة المخلصين من طلبة الحوزة العلمية والواعين من أبناء الأمة عبر زرع الثقة فيما بين بعضهم البعض الآخر والتزاور فيما بينهم وتمتين العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتفقد الأحوال واحترام الرأي الآخر وعدم مصادرة حرية ورأي الآخر في انتسابه أو في رجوعه إلى أي واحد من المراجع العظام حفظهم الله جميعا، لأن الكل وأنا على يقين تعمل لخدمة المذهب ولخدمة الدين ولخدمة الأمة الإسلامية ولهذا البلد، إلا أن طبعا طريقة التعامل واختلاف النظرات فيما بين بعضهم البعض قد يجعل تصرفات أو أعمال البعض غير مقبولة عند شريحة من الأمة، لكن طبعا من الواضح على أنه العالم إنما يتصرف طبقا لرؤياه وفكره وخبرته، وهو من هذه الناحية يعني أقدر على تشخيص التصرف الصحيح والسليم من الإنسان العامي. فعلى الإنسان العامي أن يحترم طريقة تعامله مع الأحداث وأن لا يسيء التصرف بالناقم أو لا يتعجل الحكم طبعا على هذا الرجل، لأن العالم في مثل هذه الحالة وفي هذا الزمن زمن الغيبة نائب عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، والراد على العالم كالراد على الإمام،
والراد على الإمام كالراد على الله سبحانه وتعالى كما تقول الرواية، والراد على الله تقول الرواية أيضا على حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيفترض بالإنسان المؤمن والإخوة المستمعين من هذه المنطقة ومن غير هذه المنطقة أن يحترموا تمام الجهات الحوزوية الموجودة، لأن كلها تعمل لخدمة الدين ولخدمة المذهب ولخدمة أهل البيت عليهم السلام ولخدمتكم طبعا وأكيدا. فيفترض بأي واحد منا عندما يميل إلى جهة من الجهات أو يقلد هذه الجهة أن يحترم من يقلد الجهة الأخرى أو من يرجع إلى الجهة الأخرى، ولا يسيء التصرف، لأننا بقدر ما نبدو متشققين ومختلفين بقدر ما نفرح عدونا، وبقدر ما نكون متآلفين ومتحدين بقدر ما نفرح ربنا وإمامنا. ومن الواضح على أن إفراح الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بكثير، بل هو المفروض أن يحصل من إفراح أعداء الدين والإنسانية. وبقدر ما أيضا نكون واعيين ونكون متيقظين بكل ما يحصل مثلا في الساحات ونراقب كل التصرفات بحيث يصبح الواحد منا رقيبا على الآخر فيما يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار الذي هو حالة ضرورية في هذا الوقت الحاضر، نكون قد أدينا واجبا إنسانيا وواجبا وطنيا بل تكليفا شرعيا كما هو واضح، لأننا في هذا الظرف إنما نحمي أنفسنا. حماية النفس والمحافظة على نفس المسلم تعتبر من أمهات التكاليف الشرعية. بقدر ما كنا نحافظ، ليس كلنا، بعضا منا نحافظ على بقاء النظام السابق بوسائل كلكم تعرفونها، لنحافظ على أنفسنا، لنحافظ على مستقبلنا، لنحافظ على سمعة ديننا، لنحافظ على سمعة حوزتنا. نراقب ونترصد، الذي يسيء بالكلام نلزمه طبعا بالسكوت، والذي يسيء بالتصرف عندنا نلزمه بالسكوت، والذي يحاول بذر النفاق والشقاق بين أبناء البلد الواحد أيضا ينبغي إيقافه عند حده، وليكن العمل عمل جماعيا مو عمل فرديا. لا يقول الواحد منكم هذا ما لي علاقة وما عليه كما نقول، لا، كلكم ملزمون بالمحافظة على الحياة بشكلها العام، وبالمحافظة على الشخصيات المهمة، بالمحافظة على الوجهاء، بالمحافظة على رجال الدين، والمحافظة على مكانة الحوزة العلمية. وهذا مضاف إلى كونه طبعا أمرا عرفيا أمرا عقلانيا بل تكليفا شرعيا كما قلت. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على درجة عالية من الإيمان ومن الثقة بالله سبحانه وتعالى ومن الثقة بالحوزة العلمية بمختلف رموزها وعلمائها، وأن تكونوا أيضا على أمل بأن الله سبحانه وتعالى سيعود بالأمور إلى ما فيه خيركم وصلاحكم. وأنا في الخدمة لأي سؤال من الأرض إن شاء الله تعالى. الرحمن الرحيم. يقول السائل الكريم: لماذا لا يكون للحوزة العلمية منبر إعلامي، أي إذاعة وتلفزيون يغطي بثه العراق من بين المراقد المقدسة من أموال المراقد المقدسة والخمس والزكاة للقضاء على الفتن والقيل والقال؟ السؤال جيد والمقترح أيضا جيد، لكن طبعا كما واضح نحن لا نملك في ظل هذه الظروف، ظروف الاحتلال، أن تكون لنا الكلمة في كل شيء. فالمسألة في إطار النظري صحيحة، وأيضا تطبيقها ليس بعزيز، إلا أن طبعا الملابسات وظروف كظروف الاحتلال وظروف أيضا ربما اختلاف النظرة وتباين الرؤية قد يؤدي بهذه الفكرة إلى عدم التطبيق. لكن مع ذلك بعض الأخوة المؤمنين في جملة المحافظات قد كونوا بعض الإذاعات سواء كانت بث إذاعي أو بث تلفزيوني تعرض كثير من البرامج النافعة والجيدة
وتركز على تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كتلفزيون النجم الأشرف مثلا، تلفزيون نافع ومفيد، وكذلك بعض التلفزيونات هي المحافظات. فإذا لم يمكن تطبيق يعني الفكرة على عموم العراق كما يقول السائل، فنطبقها طبعا على المحافظات، تطبق مثلا على محافظة البصرة وعلى العمارة وعلى الناصرية وهكذا. هذا التطبيق يعني الذي يكون مختصا بالإذاعة راح يخفف ردود الفعل الرافضة الذي يمكن أن تحصل فيما لو كان العرض لإذاعة عامة تغطي كل العراق. فالفكرة جيدة جزاه الله خيرا، لأن تطبيقها يبدو غير مستسهل. يقول السائل ما هو، فإن كان السؤال سياسي يعني أو سؤال أصبح في ذمة التاريخ، ما هو السبب الحقيقي لحرب العراق مع إيران والذين ماتوا وقتلوا في هذه الحرب؟ هل هم شهداء أو على الأقل حصلوا على ثواب الشهادة؟ طبعا السؤال بشقيه يعني واضح الإجابة. أما السبب الحقيقي لهذا الحرب فهو واضح، لأنه الغرب بكل ما أوتي من قوة لا يريد للإسلام الظهور والبروز والانتصار. فإذا حصل انتصار يعني في بقعة من بقاع العالم، وطبعا بالمذهب الحق وهو مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فتكون المسألة يعني صعبة جدا عليهم. ولهذا يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يحققوا المعارضات من أجل إفشال طبعا هذه التجربة الجديدة في حياة الأمم والشعوب، وهي تجربة أن يحكم الإسلام بلدا من بلدان العالم، وأن يكون مذهب أهل البيت كذلك حاكما. ليست سهلة طبعا على الغرب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ومعنى ذلك على أن رضاهم على أي تجربة في العالم لا يمكن أن يقع إلا إذا كانت هذه التجربة تصب في معتقداتهم من اليهودية أو المسيحية. فالسبب واضح، الغرب له طبعا يعني له قدرات عالية جدا، وبإمكانه أن يخوض هذا الحرب بشكل غير مباشر، يحرك طبعا من يستطيع تحريكه باتجاه الحرب ضد الحكومة الإسلامية في إيران. فالظاهر يعني أن العنصر الذي كان نافعا آنذاك وأيضا ضمن حسابات دقيقة هو العراق ليس إلا، لأن يملك قدرات بشرية وقدرات عسكرية، وكذلك في يعني في الشعب العراقي شيء من الحساسية طبعا، وإن كانت بفعل التعايش لزمن طويل ذابت ما بين السنة والشيعة. استغل هذا يعني هذه الإمكانيات. وكذلك رئيس النظام السابق على ما يبدو من تاريخه أنه يعني جيء به إلى الحكم عبر المخابرات المركزية الأمريكية المعبر عنها بالCIA. قرأت كثيرا يعني قبل هذه الأحداث كتب عن طريقة مجيئه إلى الحكم وكيفية استيلائه على السلطة. فمسألة يعني السبب الحقيقي للحرب هي الحرب ضد الإسلام وضد المسلمين. وإذا كان الإسلام إسلاما حقيقيا وفاعلا ومؤثرا، فالحرب أيضا تكون حقيقية وفاعلة. وإذا لم تنجح وسائل التشكيك والإعلام والتدبير والتنقيص وغير ذلك، فلا بد من مباشرة العمل العسكري وفرض الإرادة الغربية بالقوة العسكرية، لكن كما قلت ليس بالمباشر، وإنما بتحريك عناصرهم من هنا ومن هناك. أما الذين قتلوا فعلمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يهدى. يقول هنا السائل الكريم أننا قرأنا عما يسمى بالفقه التخصصي، ماذا يعني ذلك الفقه؟ هو الحقيقة مو الفقه التخصصي، وإنما المتعلق على ما يعرفون بعض طلبة العلوم الكرام، يعني الشيء الذي يخاض به مثلا الفقه.
فالفقه قد يخاض مثلا في الكيمياء، الفقه قد يخاض مثلا في الطب، أو قد يخاض مثلا في الهندسة وهكذا. هذا المجموع يعني من علم الفقه أو تطبيق علم الفقه لو صح التعبير يعني على هذا المجال الإنساني أو الحياتي أو العلمي يسمى فقها تخصصيا. أما أنه يعني قد يراد به أننا نهيئ مجموعة من طلبة العلوم الدينية لكي يكونوا متخصصين في مجال الكيمياء أو في مجال الفيزياء مثلا أو في الزراعة أو غير ذلك من العلوم، فهذا أمر لا يبدو عمليا، لأن الفقه كل واحد يبتني على قواعد وأوليات على الطالب إذا أراد تطبيق هذه القواعد في أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية لا بد أن يمر بهذه القواعد كاملة وتامة. لا يمكن تخصيص هذه القواعد بحيث نستطيع أن نقول أن 20% من هذه القواعد ممكن أن نطبقها على علم الكيمياء أو 20% على علم الطب. لا، الأمر ليس كذلك. فلا، طالب لا بد أن يمر عبر سلسلة المقدمات من مقدمات العلوم، وأيضا يهيئ له مباني أوليات أو قواعد أوليات ثابتة يستطيع الاستدلال بها وعليها ويدافع عنها ضد الإشكالات المثارة حولها. حينئذ يقال أنه فقيه، لكن هذا الفقيه قد يتخصص، يعني يقول له أنت تشتغل في المجال الكيميائي أو في المجال الفيزيائي حتى يتوفر على أكبر قدر ممكن من الجهد في هذا المجال، وحينئذ تكون استنباطاته واستنتاجاته يعني قريبة من الواقع. أما إذا كان المراد بالسؤال على أننا نحصص الفقه فالأمر ليس كذلك. فإذا هذا المعنى يعني تخصيص الفقه بحسب المتعلق أو بحسب الموضوع كما يقولون. هنا السؤال يقول: هل لدى الحوزة العلمية مشروع سياسي وما هي مقوماته؟ طبعا قبل أكثر من 3 أشهر أو شهرين على حدود التقريب طرحنا مشروعا سياسيا، وذكرت هذا المشروع في خطبتي صلاة الجمعة في بغداد في الكرادة، والمشروع طور بعد ذلك من قبل بعض الأحزاب حزب الفضيلة، ثم تبني هذا المقترح أو هذا المشروع من قبل مكتب السيد كاظم الحاري حفظه الله في النجف الأشرف. والمشروع مطبوع طبعا وبإمكانكم الاطلاع عليه وقراءة تفاصيله. مشروع ناضج وعملي وأيضا يعني سهل التطبيق جدا، فبالإمكان يعني الاطلاع عليه. يقول هنا: ما هي الحجة الشرعية على البقاء على تقليد سماحة السيد الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه لحين الوقت الحالي، وهل يجوز البقاء على تقليده بالنسبة إلى سماحتكم؟ طبعا مسألة التقليد مسألة علمية تبحث في علم الفقه، وبالنسبة إلى المتوفى من المراجع والعلماء رحمهم الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نسميه التقليد الابتدائي، يعني أنا مكلف مش تقلد وهسه أريد أقلد السيد الشهيد، مش أنت مقلد سابقا أو مقلد غيره مثلا في حياته وبعد ما انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أريد هسه أقلده. هذا يسمى في عرفهم بالتقليد الابتدائي، يعني أبتدئ تقليد شخص هو ميت. هذا طبعا مسألة علمية مختلف فيها بين الفقهاء. المشهور يعني الأعظم، المقدار الأعظم من الفقهاء يقولون بعدم جواز تقليد الميت ابتداء. قلة من الفقهاء يقولون بجواز تقليد الميت ابتداء، كالشيخ الفياض حفظه الله وظهر يعني أيضا السيد محمد حسين فضل على ما سمعت، يعني ما قالت ليش. أي فمن يقول بجواز التقليد الابتدائي يبقى على المكلف أن يحرز أعلمية هذا القائل، فإذا أحرز أعلميته رجع إليه في جواز تقليد السيد الصدر. يقول له أنت عندك قضية عامة تقول يجوز تقليد الميت ابتداء، والسيد الله يرحمه ميت، فهل لي أن أقلده؟ هنا الكلام. فهو شو يقول لك بعد؟ يقول لك قلده أو لا تقلده مثلا تكليفه الشرعي. القسم الثاني من التقليد بالنسبة للميت
نسميه بالتقليد الاستمراري أو البقائي. يعني أنا كنت أقلد السيد الصدر ثم انتقل إلى رحمة الله وبقيت على تقليده. هذا القسم الثاني أيضا كون أرجع به للحي الأعلم، أروح أقول له السلام عليكم السلام، ماذا تقول يا سيدنا ويا شيخنا مثلا في البقاء على تقليد السيد الصدر، حتى المسألة تأخذ الطابع الشرعي بعيد عن أي مجاملات وعن أي عواطف، لأن المسألة مسألة تكليف تتعلق بحياة الإنسان على الصعيدين الدنيوي والأخروي. يطالبك الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة بالحجة، ما هي حجتك مثلا على كذا، ما هي حجتك على كذا، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا. وأما بالنسبة إلى تقليد السيد فالتقليد الاستمراري جائز من هذه الناحية، أما البقائي فلا يخلو من إشكال، الابتدائي فلا يخلو من إشكال. ورد في أحد الكتب المعتبرة أطروحة حول شخصية اليماني، وتقول الأطروحة أي كتاب هذا الذي يقول السائل معتبرا إنه مجتهد من أهل النجف ويحرم بيع شنو؟ يحرم بيع العلاج؟ سلاح ويحرم بيع السلاح، مو سلاح، سلاح منو كاتبها؟ منو كاتب السؤال؟ التي بالتالي تكون معادية للإمام عبده، فما هي؟ طبعا الأطروحة كلنا نطلع عليها غير بتمام تفاصيلها حتى نستطيع التقييم، لأن تقييم أي موضوع من الموضوعات فرعه وضوح هذا الموضوع. من أريد أقول عبد العباس خوش إنسان، المفروض أعرف عبد العباس عن قرب، معاشرة مخالطة، توصل لي أخباره يعني مثلا بين فترة وأخرى حتى يصير عندي تصور واضح على سلوك عبد العباس، ثم أقول عبد العباس خوش إنسان أو مو خوش. فإذا أريد أن أقيم هذه الأطروحة المذكورة هنا لابد أن أطلع على هذه الأطروحة، وأيضا المصادر التي استقى منها هذا المؤلف هذه الأطروحة حتى أجيب على ذلك. لكن المذكور أيضا في بعض أخبارنا مذكورة شخصية أيضا يعبر عنها اليماني وأنه من أنصار الإمام، وربما أنه أيضا يكون معاصرا لما تذكره الروايات من السفياني أو الخراساني. أما حقيقة ذلك مثلا أو تقييمنا لهذه الأطروحة فذلك موكول إلى معرفة هذه الأطروحة بتفاصيلها، وبدون المعرفة لا يمكن الحكم لا سلبا ولا إيجابا. يقول إني مطلوب مبلغا من المال نقدي وليس لدي مصدر أسد هذا الدين، فهل يجب علي الخمس وإني لم أسدد ديني؟ الدين إذا ما سددت ذمتك تبقى مشغولة للدائم، وإذا بقى ذمتك مشغولة الدائم عندك أعيان أو أموال فائض عن المؤونة بعد سنة كاملة أنت أكلت وشربت وقدمت هدايا وزرت ورحت وحجيت وزوجت ابنك، ربما بنيت لك بيت يتعلق بها الخمس بعد الفائض، لأن الشارع يقول لك ادفع الدين مالتك حتى ما عليك خمس. أما إذا تبقى ذمتك مشغولة بدين وعندك فائض من الموارد فعليها خمس، لأن الذمة مشغولة، وهذه الذمة إذا انشغلت من هذه الناحية لا تستقطع من الموارد الفائضة عن الحاجة بعد مؤونة السنة تامة. فالخمس يجب وإني لم أسدد ديني. لكن إذا كان السؤال إذا تزاحم سداد الخمس مع الدين أيهما يقدم، هيك المفروض السؤال يكون. فالظاهر طبعا الأسبق هو الدين، ينبغي تسديد الدين أولا ثم النظر إلى المتبقي من الأموال هل فيها فائض أو ليس فيها فائض. فالمفروض الإنسان قبل رأس السنتين، قبل ما تجي بيوم يومين بشهر بأسبوع، إذا كان مطلوب لجماعة من الناس المفروض يسدد هذه الأموال للمطلوب إليهم، ثم بعد ذلك ينظر حين رأس السنة للفائض من أموالهم فيخمس الفائض إذا وجد. توجد هذه الأيام ظاهرة إطلاق العيارات النارية في بعض الناس، فما رأيكم الشيء بهذه الظاهرة، علما أنها تؤدي إلى بعض الأضرار؟ طبعا الإضرار بالمؤمنين من قبيل طبعا الإضرار يعني بالممتلكات العامة أو بالأجساد، يعني أجساد المؤمنين أجساد الناس، أو إرعاب الناس أو تخويف الناس، كلها من المحرمات الشرعية، لأن الشارع يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان بها إضرار كما هو
رأي السائل فتصبح من هذه الناحية محرمة لا يجوز. هذه هي الإطلاقات النارية. أما إذا لم يوجد فيها إضرار بل كانت مجرد التعبير عن مظاهر يعني من الألفة أو الحب أو مظاهر يعني من السرور والانشراح لبعض المناسبات مع عدم تسبيبها إلى بعض الأضرار فلا بأس بها. مضافا إلى شيء آخر أنها قد تؤدي إلى شيء من التبذير بالنسبة إلى بعض الأموال، باعتبار أن الإطلاقات النارية لها مالية بنظر العرف، فإذا أدت أيضا إلى تبذير أو إسراف بهذه الموارد التي يحتاج إليها في من الأيام أيضا تصبح محرمة من جانب ثاني. ومن جانب ثالث قد تصبح أصل العملية عملية سفهية لا معنى لها بالمرة. يمشي واحد يعني بالشارع يطلع المسدس مالته مثلا ويطلق بعض العيارات، هذا عمل سفهي، والعمل السفهي أيضا لا يكون جائزا. هناك بعض من الحصص التموينية غير مدون فيها اسم بلد المنشأ مثل الحليب والبعض أمريكي، الصون مثل الزيت، فما حكم كل منهم؟ بالنسبة للحليب لا بأس به إلا إذا أصبح عندنا قاط أو يقين بأن تستخدم فيها بعض المحرمات، كان يكون مثلا يستخدم في بعض الأمور الكيميائية أو بعض الأمور مثل الإضافية من قبل دهن الخنزير أو غير ذلك، لكن الظاهر أنهم لا يستعملون هذه الأمور، فالحليب لا بأس به في نفسه حتى وإن لم تعلم المنشأ أو البلد المصنع. والزيت أيضا ينبغي أن يقال بخلوه طبعا من دهن الخنزير أو متعلقات دهن الخنزير، أو لم يكن حيواني المنشأ، لأنه إن كان حيواني المنشأ أو أضيف إليه بعض المواد التي تستخرج يعني من أجسام الحيوانات فهنا طبعا يأتي الإشكال. أما إذا لا كان الزيت يعني مستخلص من مواد زراعية فلا بأس به، ناكله والحمد لله رب العالمين. طلب هذا صاحب الطلب مجاب الطلب إن شاء الله ما يخالف. هدزه ويسير الصباح. يقول هنا ما يجب علينا فعله في زمن الغيبة وخاصة في وقتنا الحاضر وما نصيحتكم لنا. يعني السؤال أيضا واضح، على قولتنا نصير خوش وادم ليس أكثر من هذا ما. هذا ما كانت باسم الظاهر يعني السؤال شوية نوعا ما. على كل يقول ما هو واجب العامي تجاه التصرفات غير المفروض ما تكون غير المرضية؟ هذا استعمال عجمي للغير، الغير لا تعرف بالألف واللام. غير المرضية التي تبدر من بعض رجال الدين الذي تدعو إلى الفقر بين المسلمين، انصحه، لأن الرواية تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والدين النصيحة كما يقول الإمام عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت أنه يعني هذا الاتجاه انصحه طبعا لعله لا يكون ملتفتا إلى جملة من الأمور وجملة من القضايا. فالنصيحة كما هي طبعا يعني مطلوبة شرعا وعرفا، كذلك تكون مطلوبة من ناحية كوننا مثلا أبناء منطقة واحدة أو أبناء بلد واحد، تهمنا وحدة الكلمة وتهمنا أيضا ائتلاف القلوب وعدم التشاؤم فيما بين بعضنا البعض الآخر، ولا معنى للتحامل مثلا على الآخر لمجرد أنه يميل إلى شخص ثاني أو شخص عندئذ لا يكون مرغوبا به عندي. هذه مسألة اختيارات، والمسألة عندئذ مسألة تتعلق بحرية الإنسان واختياره، وهو المسؤول عن هذا الاختيار على أن لا يسيء إلى الآخرين. فالدين النصيحة فينصحه أفضل من أن تقف مثلا متشاندا أو معاديا له. ما هو موقفنا من وجود القوات الغازية وكيف نتعامل معها ظاهريا ونفسيا؟
نفسيا. أنا أجبت عن هكذا أسئلة كثيرة يعني تحريرية ما وصلت أو وصلت. ملخص الكلام فيها أنه لا بد من المنع عن تطبيع العلاقة بين أبناء الشعب العراقي والقوات الغازية. لا بد أن يكون هناك حاجز حتى ندخل شيئا عندئذ من عدم الاطمئنان في نفوسهم. أما أن نطبق هذه العلاقات أو كما ينقل من هناك الأمر مؤسف أن يعزم مثلا بعض أفراد القوات وبعض الضباط من قبل بعض الوجهاء أو بعض مشايخ العشائر أو بعض رجال الدين، فهذا أمر مؤسف ومرفوض رفضا قاطعا وجدا طبعا من تمام الحوزة العلمية المختلفة اتجاهاتها ومراجعها وعلمائها وفضلائها. فمنع تطبيق العلاقة، تطبيق يعني لا أسلم عليه ولا أمد لإيدي ولا أخذ منه نستلة، أعلم أطفالي على أخذ النستلة، لا ما يصير من الناحية. نعم بس مو كلنا نحكي دول لازم ننسفهم. نريد أكررتها الثانية والثالثة مدرسة دينية لكل فئات العمر في قضاء القرن وبالخصوص في حي الجمعة لأننا محتاجون إلى ذلك. هذه المسألة جيدة وتعتمد على همة الأخوة المؤمنين من طلبة الحوزة الشريفة. فإذا وجدوا مثلا يعني بناية تسع بأن تكون مدرسة دينية يرتبوها ولا بأس. نحن إن شاء الله أنا إن شاء الله أدعمهم يعني بما أستطيع وبحدود يعني مقدرتي ماديا ومعنويا. وفكرة جيدة وهي مطلوبة. يفترض أن يكون عندنا مدرسة دينية في كل منطقة من مناطق العراق وفي كل محافظة مدرسة دينية تسع بأعداد كبيرة من الطلبة. يقول: ما هو الهدف من تأليفكم بعض الكتب العلمية كفقه الهندسة الكيميائية وفقه المفاعلات النووية والتدمرات على العالمين؟ يعني هي الحقيقة يعني أريد أن أثبت على أن الفقه أو يعني تراث أهل البيت أو مذهب أهل البيت مذهب مرن ومتحرك ومتطور ومتسع يعني يسع كل شؤون الحياة المستجدة والمتطورة، لا يترك مجال من المجالات لا يمكن أن يدخل في هذا المجال ويقنن هذا المجال ويبين طبعا ما يراد بيانه بالنسبة إلى هذا المجال من حيث الحكم الشرعي، لأن المركوز عندنا والمتعارف هو الصحيح ما من حادثة إلا ولا حكم. فكل الاختصاصات الإنسانية التي يعني يجود بها الزمن وتكون جديدة مثلا على مستوى الحياة الاجتماعية ينبغي لكل الشعب المقدس حكم فيها. ومن هذا الباب يعني عندما أكتب بهذا المجال أريد أن أثبت هذا المعنى وأثبت على أن الفقه فقها حيا ومتطورا متقدما. مضافا إلى شيء آخر أن الإنسان طبعا لا يمكن بحدود قدراته الذاتية أن يسع كل شيء، يسع يعني ما للماضين وما للحاضرين، لا. فلا بد شنو يعني أن نوجه الجهد بالاتجاه الذي يكون أكثر نفعاً للمجتمع مثلاً أو للفقه أو للحوزة العلمية والشريفة. فأنا أرى كشخص يعني أرى توجيه علم الفقه باتجاه العلوم الحديثة يكون أثمر وأفضل، وأيضاً يدلل مثلاً على شيء من القدرة العلمية بالنسبة إلى الكاتب. أما أنه يكون يعني مؤيد كما يقول هنا للأعلمية أو لا يكون مؤيد فهذا متروك إلى الآخرين. ما هو رأي سماحتكم بالسيد صباح الموسوي والشيخ نجرس المالكي والشيخ حسين الزيادي والشيخ عمار الشتيلي؟ إن شاء الله كلهم على خير وكلهم يعني واعين. سيد صباح سيد يعني حضر عندي كثير من الدروس وعلاقتنا طيبة منذ أكثر من 6 سنوات تقريبا، ولاحظت عليه يعني على قولتنا ولو قد يزعل من السيد
يعني عنده فطرة نوعا ما، ودائما الإنسان يكون عنده فطرة يكون طيب من هذه الناحية. إيه. وأرجو أن أيضا يكون نشاطه الاجتماعي نشاط فاعل ومؤثر وبخدمة للمجتمع كما أأمل منه ذلك. الشيخ ندرس المالكي شيخ يملك شيء من الوعي جزاه الله خيرا جيد، وطالب أيضا حضر عندي سابقا، وأيضا أتابع أخبار من بعض الأخوة، محمد الأصفر أصدقائه، وكذلك سيد الصباح، ومتقدم بالدراسة، وأيضا هنا أخبار في المنطقة أسمعها على خير إن شاء الله. رجل يحب وحدة الصف واتحاد الكلمة ومشنج لا لجهة ولا يميل إلى جهة ضد جهة أخرى، مع أنه يرجع إلى أحد المراجع جزاه الله خيرا. وهو طبعا هذا التصرف المراد والمطلوب من كل الأخوة طلبة العلوم الدينية الأعزاء. الأخ الشيخ حسين الزيادي أعرفه قبل 4 سنوات تقريبا، كان يراجع عندما كان أفندي ثم تعمم. يملك شيء من الوعي جيد جزاه الله خيرا. أسئلة التي يقدمها أيضا أسئلة مرات تثير يعني شيء من اعتزازي به، لأنها تدلل على شيء من يعني إنسان يريد يتعلم، أشعر عنده حرص على أن يتعلم. عنده بعض الكتابات الجيدة نصحته في طبع 1 ونقدته في 2 لم يكونا بالمستوى المطلوب. الشيخ عمار الشتيلي خلنا نشوفه إن شاء الله على خير، لأن أسمع عنه إلا خيرا، وأتمنى لهم الجميع الموفقية، وأن يكونوا متآلفين متحابين أخوان، لأن المجتمع ينظر لهم، والتاريخ باكر أيضا يذكر مواقفهم في هذه الأزمة. الإنسان يروح ويبقى بس الأثر اللي يتركه، فهم بالخيار، إما أن يتركوا أثرا طيبا كما هو المأمول منهم إن شاء الله، وأما أن لا سامح الله يتركوا أثرا غير طيب ما نرجو لهم، وإن شاء الله أثرهم طيب وجهودهم مشكورين عليه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالهم ويرفع من مقاماتهم في الدنيا والآخرة. مساج قد راح تدفعون عليها مو بلاش. المؤامنة ما تسوي شيء، لا هي الدعوات في الحوزة العلمية، فكيف نتعامل معها حتى نعرف الحق من الباطل. أنا دائما أعتمد على مقالة لأمير المؤمنين من خلال تعاملي مع الأشياء. يقول عليه السلام فيما يخطر في بالي من كلماته القصار، ذكرتها دائما، كنت أقرأ جملة منها في ابتداء الدرس، درس اللمعة اللي بعض الأخوان يمكن حاضرين. يقول الاطمئنان قبل الاختبار عجز. يعني شنو؟ يعني ما يصير أنك تطمئن لكل قائل ولكل قادم. المفروض صح تتعامل بشكل إنساني، لكن لا تطمئن له، لا تطمئن إلا بعد أن تختبره، إلا بعد مثلا تعرضه لاختبار وتشوف من خلال هذا الاختبار يعني الأداء اللي راح يؤديه هذا الشخص يعني عندما يتعرض لمثل هذا الاختبار، وحينئذ تطمئن له أو لا تطمئن له. فكل دعوة تسمعها من هنا وهناك ينبغي أن تتريث، وعندما نقول تتريث يعني لا تنقدها ولا ترضاها، لا، تقف على الحياد، تتريث، تتأمل، تسأل، تروح للحوزة العلمية مثلا، نقول أكو دعوة صدرت وصلت لنا مثلا للشخص الفلاني، تسأل عدة أفراد من الحوزة العلمية، لا تسأل جهة من الجهات دون جهة ثانية أو ثالثة. ليش؟ لأن أيضا التقييم يختلف، بعضهم يعلم هذا صاحب الدعوة عن قرب فيكون تقييمه أيضا عن قرب، وبعضهم يعرفه ويميل إليه فيكون تقييمه من خلال هذا الميل، وبعضهم يعرفه ولا يميل إليه فيكون تقييمه من خلال عدم الميل. طبعا والتقييمات تختلف من هذه الناحية، فالمفروض أن نتريث وأيضا أن نتأنى وما نتشنج بإمكان. ليش؟ لأنه المجال مفتوح لكل واحد أن يدعي لنفسه شيء من هذه الناحية. المهم أننا لا نمرر مثلا هذه الدعوة من دون أن نمحصها ونختبرها ونحرز أحقيتها من باطليتها. رأي سماح بالانتماء إلى الأحزاب في الوقت الحاضر. السؤال من هذا ناحية مطلق على قولة يعني الأخوة يعرفون معنى الإطلاق، يعني
مطلق يعني أي أحزاب تقصد الأحزاب الإسلامية أم غير الإسلامية؟ لأني ذكرت أيضا في إجابة سابقة في بداية الأزمة أننا ينبغي أن نتعامل مع الأحزاب وفق خطوات ثلاثة. الخطوة الأولى أولا عدم الارتباط بالأجنبي مطلقا، والخطوة الثانية يعني صحة وحقانية أهداف هذه الأحزاب وتنعرض علينا ونشوف شنو أهدافها، شنو غاياتها، وشنو الطرق الممكنة اللي تحقق بها هذه الأهداف اللي أيضا يعني تصب في مصلحة الشعب ومصلحة الأمة. والنقطة الثالثة والأهم أن رئيس الحزب خلينا نسميه أو مؤسس الحزب أو هاي ينبغي أن يكون على مواصفات عالية من الكفاءة والعدالة والإيمان. الثلاث أشياء تطبقها إذا أحرزتها ثلاثة لا بأس بالانتباه من هذه الناحية، وإذا لم تحرز أي واحد من هذه الأمور فالبأس كل البأس. نسأل السؤال. هذا السؤال يقرأه السائل يقول أن لسماحتكم كتاب حول فقه الهندسة الكيمياء، عن ماذا يتحدث وماذا يناقش؟ هل بدك تقرأ ثم بعد ذلك أنا أجيب؟ أول مرة أقرأ غير تقرأ أول مرة أو ما يصير. هو كتاب يقول بعد سقوط النظام البائد استحوذ العلمانيون على كافة دوائر الدولة من المحافظة ما عدا التربية في المحافظة. المفروض أن تكون الحوزة دورا كبيرا واعتمدوا على التوجيه والإرشاد وإقامة المظاهرات السلمية. ما موقف الحوزة من مجلس الحكم والوزراء؟ والسلام عليكم. أما بالنسبة لوضع اليد على هذه الدوائر يفترض يعني أن تكون يعني من خلال مأذونية الحاكم الشرعي أولا، وثانيا يعني أن يكون الوضع وضع مؤقت من هذه الناحية، لأننا لا نعلم أن السلطة القادمة الجديدة الدائمة مو هذه السلطة، لأن هذه السلطة المعبر عنها بمجلس الحكم سلطة انتقالية كما يعبرون، أو سلطة مؤقتة يعني جعلت في هذا الظرف اللي يمكن أن يعبر عنه بظرف الطوارئ، لأن البلد فوضى ومضطرب وماكو أمين وماكو استقرار. لابد أن يتصدى يعني بعض الناس وتجعل لهم سلطة يعني بمقدار ما لتسيير أمور الناس بالاتجاه الطبيعي والصحيح. ومع ذلك القصور من الحوزة العلمية هنا، لأن المفروض هي تخلي اليد على هذه الأبنية بالتمام وتفرض إرادتها. ليش؟ لأن الإذن من الحوزة العلمية وهي أحق بهذه الأبنية يعني من الآخرين. فالسؤال متأخر من هذه الناحية. السؤال كان الأولى يعني في بداية الأزمة حتى نقول روحوا ضعوا اليد على هذه الأبنية ونسوي بعضها مساجد، نسوي بعضها حسينيات، نسوي بعضها مدارس دينية كما اقترح بعض الأخوة السائلين قبل قليل، حتى المسألة تأخذ مجراها الطبيعي، لأن الحوزة ما تحتاج إلى أذن من هذه الناحية. أما الأحزاب الأخرى فتحتاج إلى أذن إذا كانوا طبعا يفهمون هذه المعاني، لأن السؤال يقول الأحزاب العلمانية ذو طبعا ما يفهمون يعني أن للدين موقع في حياة الشعوب والأمم. أما ما هو رأيكم بمجلس الحكم فقد أجبت أيضا عليه في محاضرة تفصيلية، وأيضا أجبت في كثير من المناسبات، ممكن أن تطلعوا على ما قلت، لكن ملخصه نحتذكر مثال ومن خلال المثال أنت تجاوب. بس المثال أتذكره. يقول المثال إذا وقعت مثلا في ضائقة أو في كارثة لا سامح الله من قبيل مثلا يعني هدمت دارك وتستغيث، وإجا واحد قال لك أنا بخدمتك أريد أقدم لك خدمة، هسه هذا الواحد خوشاتني وخوشات ما لي علاقة به، لكن المهم عرض الخدمة عليه وقال لك أنا بخدمتك، ماذا تقول أنت؟ هذا الجواب فقط.
وهو أيضا كما قلت مجلس مؤقت، يعني مو دائمي، بد يوم ينشار شهرين ينتهي. يقول هنا السائل توجيه كلمة بشكل مختصر حول مفهوم الوحدة أنها تكون ليس نطقا من اللسان فقط. طبعا الكل يعرف من هذه الناحية فعلا الوحدة ليست شعارا يرفع، هذا أيضا لابد من رفضه. الكل تقول نعم نعم للوحدة، عندما تقول نعم نعم للوحدة يعني أنت من رفعة الشعار المفروض تتحرك نحو تطبيق هذا الشعار. ايش غير المفروض؟ عندما ارفع شيء اتصرف واتحرك واسلك نحو تطبيق هذا الشيء. فالمفروض يعني من اجل تفعيل هذا الشعار عندما نرفعه لابد ان نخطو خطوتين قبل ذلك حتى نكون صادقين في رفعنا لهذا الشعار. وكلا الخطوتين انا امام الله طبقتهم، يعني اذا كان السؤال يختص بي كما يقول في ذيل سؤاله. الخطوة الأولى يعني ينبغي أننا أن نزيح من أنفسنا عدم الثقة فيما بين بعضنا البعض الآخر، لأن النفوس بقدر ما تكون متباعدة تكون متشانجة ومتضادة فيما بين بعضنا البعض الآخر، بقدر ما تكون متقاربة لا كثير يعني من الرواسب النفسية سوف تتبدد. يعني أنت ملاحظ من الناحية النفسية من واحد أنت زعلان عليه ورأسا يبادر يجيك يقول لك السلام عليكم وأريد أصير ضيف عندك. كثير يعني من الأشياء اللي بداخل نفسك تتبدل تروح في هذه اللحظة. هذه نقطة جدا مهمة ومشار إليها في كلمات المعصومين. يقول عليه السلام لو تكاشفتم ما تدافنتم، قاربوا فيما بين بعضكم البعض حتى واحد يسر الآخر ايش عنده ما عنده. فإذا زرع الثقة بين بعضنا عند البعض الآخر. الخطوة الثانية أيضا مهمة، المبادرة على الإنسان، يعني ألا ينتظر من الطرف الآخر الذي يريد أن يتوحد معه ينتظر من الطرف الآخر أن يبادر ويأتي. لا أنا أبادر، أنا رأسا أكون صاحب السابق على قولتنا، على قولة المثل ما الأول ما لتالي، أكون صاحب السابق وأروح وأنا أقول له أنا بخدمتك وتحت الأمر فماذا ترى. فإذا كل واحد من يمنا يعني أدى هاتين الخطوتين نكون فعلا قد فعلنا ورفعنا بشكل عملي واقعي شعار الوحدة، بل بعد ذلك لا نحتاج أن نرفع هذا الشعار لأنه أصبح مطبق خارجا، لأن الشعار المفروض يرفع يعني قبل أن يفعل مضمون هذا الشعار. أما إذا فعل بعد ما نحتاج، يعني من قبيل هذا الذي يحصل في الجمعات يقول نعم نعم للجمعة غلط. ليش؟ لأن الجمعة مقامة من هذه الناحية، ما نحتاج جمعة مقامة. عندما تقول نعم نعم لشيء نريد تحقيق، نعم نعم للوحدة صحيح، لأننا يعني لحد هذه اللحظة نبدو غير متحدين، فلا بد من رفع هذا الشعار وتأكيده في ذهنية الناس وفي قلوب الناس وفي نفوس الناس، حتى طبعا يؤثر الناس في تطبيق يعني هذا المفهوم الوحدوي. أما إذا شيء مطبق ولله الحمد وماكو فد عائق ما يحتاج نقول نعم نعم. السيد الله يرحمه عندما قال نعم نعم إنما كانت صلاة الجمعة معرض للزوال وللضغط من قبل النظام السابق، ولهذا عندما رفع الشعار أراد تأكيد هذا الشعار في ارتكاز الناس حتى يبقى أو حتى تبقى هذه الشعيرة مستمرة وفاعلة. أما الآن فالحمد لله ما بقى، صلاة الجمعة تقام بشكل طبيعي وبشكل تلقائي. هكذا المفروض نفهم الشعارات. المفروض الشعار عندما نرفعه لكي يطبق، أما إذا كان مطبق فلا نحتاج إلى رفعه. نعم نقول نعم نعم للوحدة مثلا. هذا هو ملخص الجواب. يقول إلى أين إلى كم شو ألم يحن العفو الوقت لتحرك سريع لتوحيد كلمة الحوزة العلمية والشريفة على المستوى السياسي على أقل تقدير، لنواجه تلك المؤسسات الإعلامية والسياسية اللي تربص بالإسلام والمذهب وتحيك حوله المؤامرات والرسائل. هذا البارحة أجبت عليه في المحاضرة التي ألقيت في جامعة الصدر الدينية في البصرة، فبإمكانكم يعني إذا طبعت راجعوا تفصيلا.
أما الأسئلة التي لم أجب عليها فأرجو المعذرة من الأخوة السائلين، وإذا واحد يعني يرى ضرورة الجواب فممكن أن أجاوب على انفراد. وأشكر لكم إصغائكم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم